اهو ده بقى اللي ماشي معانا جنب كل الاكلات، وفي اي وقت فطار غدا عشاء اي نوع من انواع الاكل لازم طبق البتنجان المخلل الحرش ده يفتح النفس كده. حتى المطاعم بينزلوه قبل ما بيحطوا الاكل على طول. تعالوا النهارده نعمله بطريقه سهله وبسيطه واقول لكم ازاي تحفظوه في التلاجة اطول فتره من غير طعمه ما يغير. ونسمي الله ونبدا. واول حاجه هنسلق البتنجان في ميه فيها معلقه ملح ومعلقه خل. اول ما تغلي هنزل بالبتنجان بعد ما غسلته وبنسلقه وهو مقفول بالشكل ده. اسود بقى او ابيض مش هتفرق، الاتنين طعمهم حلو جدا. هحط طبق يغطس البتنجان كله لتحت عشان ياخد كله سوا واحد. هسيبه على البوتاجاز لمدة 10 ل 12 دقيقة. في الوقت ده هنجهز الخلطة او الدقة بتاعتنا. راسين توم كبار هنزل بيهم في الكبة، عليهم قرن فلفل رومي، قرنين فلفل حامي لو عايزينها سبايسي، وعليها بقى كده 4 5 6 ليمونات نعصرهم عليها، وحتة فلفل احمر حلو لو موجود، وكمان كوباية خل صغيرة او نص كوباية خل، 3 معالق ملح كبار، معلقة كمون، معلقة كزبرة كلها معالق كبيرة، وشوية شطة صغيرين كده لو حبينا تكون سبايسي شوية. نضرب كل الكلام الحلو ده في الخلاط او الكبة ضرب خشن بالشكل ده كده. وتعالوا بقى نشوف البتنجان بعد ما اتسلق شكله عامل ازاي. طلعت واحدة وبفتح القلب بتاعها، شايفين القلب بتاعها ابيض ازاي؟ ده عشان احنا سلقناه مقفول. لو فتحتوه قبل السليق اللي جوه ده بيسود، فالاحسن ان احنا نسلقه وهو مقفول. هنطلع بقى البتنجان، ومكان الميه دي هحط كده كام قرن فلفل حامي. انا مش عايزاهم يتسلقوا قوي ان هم يتهروا، يعني عايزه يكون فيهم كده ايه، قرشه بسيطه. هسيبهم في الميه السخنه دي، وهاخد بقى بعد كده كوبايتين من ميه سلق البتنجان، ودي تعتبر الماده الحافظه اللي هنحفظ فيها البتنجان لو عايزينه يقعد مده كبيره عندنا في التلاجة. لكن انا بعمله يومين 3 بيخلص على طول يعني. هنزل فيهم بمعلقتين كبار من الخلطه اللي احنا لسه عاملينها او الدقه، هدوبهم بالشكل ده، وهسيبهم يبردوا الاول، وبعد كده هحشي البتنجان من نفس الخلطة، ونحط البتنجان بقى في المية دي ونحفظه في التلاجة على الوش كده شوية زيت. ده بيخلي البتنجان عندنا يفضل في التلاجة لمدة شهر من غير طعمه ما يتغير. اهم حاجة ان احنا لما نيجي نطلع من التلاجة ناخد بمعلقة تكون ناشفة ما فيهاش اي مية خالص، بيفضل معانا بنفس الطعم لحد اخر واحدة. وبنفس الخلطة دي وبنفس الطريقة عملت كده كام واحدة بتنجانة بس مقلين في الزيت. بس الفرق هنا ان انا فتحته وقليته في الزيت، وبعد كده حشيته بنفس الطريقة وبس على كده. احلى والذ طبق بتنجان بالخلطة ممكن تجربوه مسلوق او مقلي، الاتنين احلى من بعض. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعة للصفحة.